مستشفى الحسن الثاني في أكادير ولا في هاد الأيام رمز كبير لأزمة صحية كتعرفها البلاد كاملة. الاحتجاجات اللي ولات كتوقع قدامه ماشي غير غضب عابر، ولكن بسبب وفاة 8 نساء في ظروف غامضة، مع شكايات ديال المواطنين من آلات خاسرة، خصاص في الدواء، غياب طاقم طبي، وحتى بعض الحراس ولات عندهم كلمة في ترتيب المواعيد والحالات. كاينين شهادات كتصدم، كتقول باللي كاين عمليات جراحية كدار بلا تخدير، بحال إلا حنا في مستشفيات ديال الحرب. وهذا الشيء زاد في الغضب ديال الناس وخلى بزاف ديال التساؤلات على الإصلاحات الصحية اللي الحكومة وعدت بها. هاد الوضعية كتكشف الضعف ديال الصحة العمومية في المغرب، وكتحط الحكومة في موقف صعيب في الوقت اللي القطاع الخاص كيزدهر وكياخد الكفاءات الطبية وفلوس التأمين صحي. القطاع العام كيمشي اللور. مجموعة أكديطال مثال واضح، عندها دابا 33 مؤسسة صحية في 19 مدينة. المشكل ماشي غير ديال النقص في التجهيزات والموارد البشرية، ولكن كاين حتى الفساد والمحسوبية اللي كيخسروا الفلوس وكيأخروا المشاريع. وهادشي بان حتى في التقارير ديال منظمة الشفافية الدولية اللي حطات المغرب في الرتبة 99 عالميا في 2024، ونقص بدرجتين على العام اللي فات. وفي الوقت اللي المغرب مرصد قرابة 6 مليار دولار للبنية التحتية ديال المونديال 2030 و13 مليار دولار في الجيش، المواطن كيطرح السؤال: علاش الصحة والتعليم والخدمات الأساسية ما كيعطيوهاش الأهمية الأولى؟ مستشفى الحسن الثاني ماشي غير سبيطار محلي، راه مراية كتوري الأزمة الصحية الكبيرة اللي عايشينها، واختبار واش الحكومة غادي تلتزم فعلا بالوعود ديالها في إصلاح الصحة العمومية.